الرياضات المعاصرة خصوصا النسائية كشف العورات أبدا. خذها يعني قضية. والآن يعني هذا معروف في الأولمبيادات السابقة والأولمبياد القادم، أسوأ عرض أزياء للنساء يعني عالمي هي أولمبياد المرأة. يعني إبليس يمكن ما فرح بشيء في كشف عورات النساء على المستوى العالمي يعني بهذا الحجم، يعني مثل أولمبياد الذي فيه رياضات النساء وبشكل فاضح. طبعا القضية ترى ما هي مصممة، يعني المسألة إبليسية ضخمة. أن أحد مجرميهم شبه يعني أحد المنتخبات لما تصدرت في آسيا أنه ذهبت إلى أسبانيا، قال هذا شبيه بفتح الأندلس. سبحان الله، فتح بلاد تعمر بالتوحيد ويذكر فيها الله وصار فيها علم وعلماء ودين ورايات الإسلام مرفوعة في الأرض. هذا مثل هؤلاء الذين يجرون وراء جلدة منفوخة. كثير من الناس الآن في الرياضة هم مشاهدون لا ممارسون، وهذه مشكلة. ما هو يا ليته يقوم يجري ويعني يحرك البدن ويمارس، لا، هو جالسين قنوات الرياضة. وذاك بعض الآباء يقول يجوز أدخل قنوات، بس قنوات الرياضة بس عشان أولادي من الضغط، لأن صارت فتنة الكرة فتنة، ما هي ممارسة بريئة. الملاكمة على سبيل المثال أو بعض أنواع المصارعة يسمونها الحرة، طيب فيها ضرب على الوجه وفيها كسر وفيها شق وجرح وإيلام، يعني إيذاء يعني بدني واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قتل أحدكم فليجتنب الوجه، متفق عليه. ولذلك ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى تحريم لعبة الملاكمة التي فيها ممارسة الضرب على الوجه الذي يصل للعمى والتلف الحاد في المخ والكسور البليغة والموت، وإيش دون مسؤولية على الضارب. خلاص اثنين راضين، والجمهور فرحان إذا واحد طاح ضرب على وجهه وطاح في الأرض، يقفزون وابتهاج. كذلك المصارعات هذه فيها يعني كشف عورات، وحتى الدعايات لها بنساء كاسيات عاريات في أوائل المباريات ووسط المباريات أو آخر المباريات، على حسب ما يعني نسمع من ترويج، يعني فكرة الترويج للمباريات أو للجولات بالنساء شبه العاريات. رياضة اليوغا هي أصلا لعبة هندوكية للعبادة، يعني ممارستها تعبد عندهم، وإذا جاء واحد يمارسها الآن يتشبه بهم في عبادتهم. شوف، بغض النظر هو بكين ولا ما هو بكين، أو أنا بسميه هذا بكيني، لأنه يعني المتوقع أنهم سيظهرون النساء بأسوأ الصور في أولمبياد بكيني. هذا ملابس النساء في الأولمبياد من أسوأ الملابس. يعني أظن الشيطان ابتكارات، يعني قضية أنه لأي درجة تعرية الجسد في الجمباز وفي السباحة وفي المدري إيش وفي التنس الأرضي وفي يعني ما سبق أن تعرت النساء في ممارسة الرياضة مثل ما يحدث في الأولمبياد. ينقل للبلايين في العالم. يعني المشكلة مو بس اللي يحضروا، هذا تنقله الشاشات. وربما كان لبس الرجل أستر من لبس المرأة. مش ربما، هو كذا أكيد.